السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة هنعمل مع بعض، مش هنطبخ النهاردة مع بعض، النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا حلوة قوي 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 لتنظيف المواعين وتنظيف الصدى وتنظيف البلاط و... ولها فوائد كتير جدا جدا. الأيام دي الليمون رخيص، وأيام بنجيبه بكيلو ب30 جنيه وكده، فهو رخيص الأيام دي. فاحنا هنعمل الليمون، بعصر أنا الليمون وبعينه كده في الفريزر، فاضيه قشره الليمون بس كده، بعينها في الفريزر، المه كده لما يبقى كيس عندي. المره دي انا هعمل حاجه قليله عشان انا كنت عامله قريب ليا ولميت الحبه دول بس، قلت اعمل معاكم النهارده حاجه جميله جدا لتنظيف كل حاجه في المطبخ، الرخام، تعطير للشقه، تعطير للهدوم، كل حاجه. هنحط الليمون دلوقتي على النار. انا خدت فيه شويه، ما كانش عندي قشر فخدت شويه برضو عصرتهم. هنعملهم ليمون، هنخزنهم في الفريزر مكعبات لوقت ما نعوزه. لما مبيبقاش فيه ليمون والليمون مش موجود، المكعبات دي وقت ما تتلج بقوم لماها واقوم حطاها في كيس تلاجة، واقوم عينها عندي لوقت ما عاوزها على طول اطلعها بالشكل ده كده، احطها في الفريزر. والليمون ده كده دلوقتي هحطه يتسلق، وبعد ما يتسوى هرجع لكم بقى تاني وانا بعمل الحاجه اللي بقول لكم عليها، اللي انا هضيف لكم عليها اضافات وهقول لكم انا هعمل فيها ايه. وكده حبايبي بعد ما اتسلق كده، هو انا كمان يقعد يتسلق اكتر، بس هو استوى كده اهو. هوريلكم بقى هنعمل الخطوات ازاي، خطوه خطوه معاكم كده. هصفي الميه ديت الاول، اسيب شويه بقى افرم فيهم كده. وهنا كده هصفيهم اكتر بصفايه زي دي كده، اي شوائب اي حاجه تطلع منها خالص. كده الميه دي بقى انا هعباها في ازازه، اما تبرد هعباها في ازازه واحطها في التلاجة. فنجان منها على شويه على الغسيل في الغساله يخلي ريحه الهدوم جميل. فنجان منها في بخاخه وبخ في الشقه، بيعطر الجو وبيشيل اي ريحه وحشه من الشقه. لو في نمل على الرخامه او في مطبخ او اي حاجه، تبخ بالبخاخه وتمسحي، بيمنع اي حاجه من الحاجات دي كلها. هنخليها على جنب كده لما تبرد، وعباها في ازازه وعينها في التلاجة. نيجي هنا على الخليط ده اهو. هطلع بقى الخلاط واوريكم هنعمل ايه في الخليط ده. هضربه كده في الخلاط وانعمه جامد واقول لكم هنعمل فيه ايه. بعد ضربتهم انا في كده في الخلاط ضرب ناعم كريمي كده، هنزلهم هصفيهم من المصفى. ولما اجي احط الخليط بتاعي هقول لكم هنعمل ايه. انا كده ضربتها في الخلاط لحد ما نعمت وبقيت كريمه كده اهي. هصفيهم بالمصفى دي واجي احط الخليط بتاعي، هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. كده بعد ما فرمناها في الخلاط وصفناها بالمصفى وبقت كريمه كده، مفيش فيها شوائب، مفيش فيها اي حاجه خالص. هنحط بقى عليها خل، هنحط عليها ملح ليمون، معلقتين كبار كده ملح ليمون. نحط معلقتين كربوناتو كبار برضو كده، نشوف التفاعل بقى معاه. شوفوا بقى التفاعل اللي اتحط ده مع ده عمل في قدامكم ايه. ده كده لا دهون ولا صدى ولا اي حاجه، دهون على حيط، على بوتاجاز، على شفاط، على مطبخ، على متال، على الرخام نفسه، اي حاجه. وهجرب معاكم دلوقتي على، ما فيش عندي حاجه فيها زيوت يعني الحمد لله، بس انا هشوف اي حاجه واجرب معاكم دلوقتي برضه فيه.
هنضيف عليه بقى كمان شوية سائل من ده. هنضيف عليه شوية سائل صابون من ده اهو، يبقى الغسيل بس كده. وتقلب في بعضه كده وتعبيه في برطمان، وتاخدي منه تغسلي كل حاجة وأي حاجة عندك، مواعين ألمونيا بيجلها وخلاها زي الفضة، خلى الطبق نفسه وأنا بقلب فيه لو باين للكاميرا شوية الستانلس بتاعه لمع. يعني هو أي حاجة زيوت ألمونيا ستانلس نحاس كل حاجة ما شاء الله يخليها زي الفل. وهنا المية دي لغسيل الطيور، أي طيور بتغسليها نضفيها وتروحي نقعاها، تقوم حاطه عليها فنجان من الميه دي وتغسلي، مفيش اي زفاره مفيش اي حاجه، طيور تلاقيها نظيفه ما تشميش لا زفاره ولا اي حاجه. قبل ما احط عليهم السائل ولا احط الكربوناتو ولا احط ملح ليمون ولا حاجه من دي، فحشت شويه كده. ده بقى لدعك الايدين كده، الايدين اللي تلاقيها خشنه، الايدين اللي فيها اللي مشققه، الرجلين المشققه، اي حاجه من ده تدهني منها. احلى كريم مره 2 3 بيشيل كل الحاجات دي، وعلى تجربه بقى. بعد ما خلصت خالص قبل ما اعبيه في برطمان ولا حاجه، هوريكم بس على الطبيعه الحله اللي انا سلقت فيها والمصفى اللي انا صفيت بيه، هغسلهم واوريلكم اهو قدامكم على الطبيعه. مش بتكه ولا حاجه، ايدي ماشيه بقى. هغسل المصفى اللي انا عامله بيها، المصفى اللي انا غاسله فيها والحله اللي انا سلقه فيها. اعمل الحته اللي امسح بس الحته اللي انا وريتها لكم دي، وهكملها اهو. الحته بس اللي انا وريتها لكم دي همسحها بس كده مش بميه واوريها لكم، وبعدين اكمل الحله واوريكم المصفى والحله والمواعين اللي في المطبخ اهي. ايدي انا شوفوا الحته، شوفوا دي من دي يا دوب انا مشيت كده بس، شوفوا دي من دي. هكمل الحله واكمل المصفى واوريكم الحاجه الاتنين قبل ما اخلص بعد ما اخلص. وكده حبايبي بعد ما غسلت اللي على الحوض وجيت، فانا هوريكم بقى اللي انا عملته النهارده. كل اللي انا عملته اللي هو نص كيلو ليمون بس عصرته، عملت منه مكعبات دي وغلفتها كده وهتتحط في الفريزر. بقيه النص كيلو الليمون بعد ما عصرته على شويه كان عندي في الفريزر، مش كتير يعني يجوا كيلو بس القشر الليمون، عملت منها عصير ليمون تغسلي بيه كل طيورك. اي طيور عايزه تغسليها اغسلي، طيور سمك اللي انت عايزاه، شويه ميه نص الفنجان في شويه ميه وتنقعي فيه وتغسلي، مفيش اي زفاره باذن الله. عملت المسحوق ده للغسيل ده البرطمان، شوفوا انت بتجيبيه بكام، احنا عملنا بس ب5 جنيه عملنا البرطمانين دول ملانين. وخدنا منها برضو، خدنا منها ايه، خدنا منها البوله الصغيره دي يتعمل بها دي قبل ما يتحط فيها بقى لا صودا ولا خل ولا اي حاجه، ديت وهي لسه خاليه، وانا فرمتها بس كده، فقمت شايله البوله دي بحيث ان انا ادهن منها كده ايديا، ادهن بها ايديا كده نعومه مفيش بعد كده. وفي ايدين بقى بتبقى مثلا في رجلين بتبقى مشرحه مشققه شويه من البرد كده، ده بيشيل كل حاجه. يعني اسبوع واحد تدهني كده بس حته صغيره وتعملي كده مفيش اي حاجه خالص كده، وناعمه جدا كده. هوريلكم المواعين بقى اللي انا غسلتها بعد الحوض، وغسلت الحوض وغسلت يا دوب المواعين دي دلوقتي حال معاكم، بس انا كنت وقفت الفيديو. اهي دي ستانلس اهي، كانت من ورا هنا كده في حروق وفي حاجات ما بتتشالش بسهوله اهي. دي البوله اللي كان فيها العصير الليمون معاكم دلوقتي، ما جبتش حاجه بعيد اهي، مفيش اي حروق ودي انا بحطها على النار دايما، يعني انا بعمل فيها
كل حاجه. ده اللي انا كنت عامله فيه دلوقتي من غير ما اغسله، اللي انا كنت عامله فيه دلوقتي، بس الليمون مصفياه، بس مجرد ما صفيته اهي. والله دي كلها حقيقه، ما في حاجه كدب نهائي، كله معاكم دلوقتي حالا. ودي الحله اللي انا كنت سالقه فيها ووريتها لكم الاول خالص خالص اهي. كانت في الفيديو شكلها ايه، ودلوقتي ايه، وبدون تعب يعني، تمشيه سلكه المواعين بس كده. والحوض كده بعد ما غسلته ما نشفتوش لسه يعني، انا لو نشفته بس كده اهو، ولا في لا زليطه ولا اي حاجه خالص، نظافه مفيش. وريحه بقى، ريحه الليمون جميله، ريحه الليمون مخليه المطبخ كله جميل. وده الحوض اهو بيلمع ازاي بعد ما غسلت. يمكن الاضاءه ظلماه شويه لان اللمبه مش منوره هنا شويه، الاضاءه والتصوير يعني ظالم الفيديو بتاع الحوض حلو وملمع ازاي. ونسيت اوريكم الالومنيا اللي انا كنت مصفيه فيها معاكم، يعني ما جبتش حاجه جديده ولا حاجه بعيد عنكم ولا حاجه، دي اللي انا مصفيه بيها. مجرد ما صفيت شهدتها بس كده بالميه اهي، شوف اللمعه والجمال كده. اذا عجبكم الفيديو النهارده، هو فيديو بسيط جدا ما كلفنيش اي حاجه غير 5 جنيه بس، ومخدتش معلقتين كربونات ومعلقتين ملح ليمون، ما يجيش نص كوبايه من السائل الصابون، وده كله، ونص كوبايه خل. يا كل الحكايه ما تكلفكش 5 جنيه 10 جنيه، عملت العبوتين دول. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.